أهلاً بكم معنا. اليوم رح ندخل في تفاصيل قضية بدأت بشكل غامض جداً سنة 2002 في نواحي مدينة بورشيد بالمغرب. صحيح. البداية كانت غريبة. جثة رجل متحللة لقوها في بيت قديم ومهجور، مكان معزول تماماً. اللي نبه الجيران كانت للأسف الرائحة الكريهة. نعم، وهذا شائع في مثل هذه الحالات. المعلومات اللي عندنا اليوم جاية من مصدر بيعرض تفاصيل تحقيق للدرك الملكي المغربي في القضية المعقدة هذه. مهمتنا اليوم نشوف كيف المحققين قدروا يحلوا لغز جريمة بدأت كأنها بلا أي خيط. والمفارقة إن جريمة تانية خالص حصلت بعد سنة كاملة هي اللي فتحت الباب لكشف الحقيقة. بالضبط. خلينا نبدأ من الأول، من الجريمة الأولى في 2002. إيش اللي لقوه المحققين بالضبط؟ طيب، الجثة كانت لرجل، بعدين عرفوا إنه بائع عطور متزوج وعنده أسرة. لقوه ملقى في العشب جوا سور البيت المهجور. وكيف مات؟ هل عرفوا سبب الوفاة؟ الفحص الأولي كشف عن ضربة قوية على الرأس، وكمان طعنة سكين في منطقة الكلى، يعني جريمة قتل واضحة. طيب والأدلة، هل لقوا شيء يساعد في التحقيق؟ الأدلة كانت قليلة ومحيرة. محفظته كانت فاضية تماما من الفلوس، بس زوجته أكدت إنه كان معاه مبلغ كبير، يعني مبلغ مش متعود يشيله معه. وكمان دراجته النارية كانت مفقودة. وهنا يجي الجزء الأغرب، يمكن موضوع القفل، صحيح؟ تماما. المحققين لاحظوا إن باب السور القديم للبيت المهجور عليه قفل جديد تماما، والمفتاح اللي بيفتح القفل ده لقوه مرمي جنب الجثة. كيف؟ مين ممكن يروح بيت مهجور يقفله بقفل جديد وبعدين يتقتل جوه ويترك المفتاح جنبه؟ بالظبط، هذا هو اللغز. السكان المحليين كلهم قالوا إن محدش استخدم البيت ده من سنين طويلة، فالتحقيق وصل لطريق مسدود بسرعة. لا شهود ولا أي تفسير لوجود الضحية هناك أصلاً. إلى أن مرت سنة كاملة، سنة 2003. إيه اللي حصل؟ بعد سنة فتحصل مفاجأة. سيدتين بيروحوا يبلغوا الدرك إنهم تعرضوا للاختطاف والاغتصاب، وهنا الخيط اللي رجع القضية الأولى للحياة. كيف؟ هل كان في رابط؟ واحدة من السيدتين دول وصفت بدقة كيف استدرجهم واحد سايق شحنة صغيرة بيضة، بيك اب يعني، وقالت إن عنده علامتين مميزتين زي خالات تحت عينه، واستدرجهم فين؟ لنفس البيت المهجور اللي لقوا فيه الجثة قبل سنة. نفس البيت؟ لأ، دي مش صدفة أبداً. أكيد، والمحققين فوراً ربطوا بين المكانين. لاحظوا كمان إن البوابة دلوقتي عليها سلسلة وقفل تانيين مختلفين عن القفل الجديد اللي لقوه قبل سنة. طيب ومسكوا الراجل ده وصاحبه اللي عليهم بلاغ الاغتصاب؟ فعلاً، قبضوا على الراجل أبو علامات مميزة وصاحبه المتورط معاه في قضية الاغتصاب. في الأول اعترفوا إنهم بيستخدموا البيت المهجور ده سراً، يعني يشربوا فيه وكده. وإنهم هم اللي حطوا القفل الجديد اللي لقوه جنب الجثة قبل سنة عشان محدش يدخل عليهم. وبعدين جت المفاجأة الأكبر. إيه هي؟ اعترفوا إن القتيل بائع العطور كان في الحقيقة صديق ثالث ليهم، وإن الثلاثة كانوا بيستخدموا البيت ده سراً، وكل واحد منهم كان معاه مفتاح للقفل الأولاني. صديقهم؟ طيب لو كان صديقهم، ليه سكتوا سنة كاملة؟ وليه ما بلغوش عن مقتل لما لقوه؟ هم قالوا إنهم لقوه مقتول تاني يوم، بس خافوا يتكلموا، خافوا ينكشف سر استخدامهم للبيت، فيعني اتورطوا نفسهم. حجة الخوف دي ممكن تكون منطقية، بس مش كفاية. هل قالوا حاجة تانية؟ نعم، وهنا نقطة التحول الحقيقية. كشفوا معلومة حاسمة جدا. الضحية كان على موعد مع ست يعرفوها من السوق في الليلة اللي اتقتل فيها. يبقى في شهدة. هل قدروا يوصلوا لها؟ بالظبط. المحققين اتحركوا بسرعة يدوروا على الست دي، وفعلا لقوها. وأكيد شهادتها كانت هي الحل. إيه اللي قالته؟ شهادتها ربطت كل الخيوط ببعضها. حكت إنهم هي والضحية كانوا ماشيين قريب من البيت المهجور، فجأة طلع عليهم شابين مسلحين بسكينة وحجر. اعتدوا عليهم؟ نعم، ضربوا الضحية وسرقوه، أخدوا فلوسه ودراجته النارية، وحتى شوية أكل وشرب كان شايلهم، وبعدين واحد منهم طعنه. يا لطيف. وهي كيف نجت؟ حظ تانية. وشهادة الحارس عملت إيه؟ الحارس أكد كل كلمة قالتها الست، وتعرف على المهاجمين. قال إنهم أخين معروفين في المنطقة بأعمالهم الإجرامية، وأكد إنهم حذروه هددوه عشان يسكت. معقول؟
والأهم إنه أضاف تفصيلة مهمة، إنه شاف الضحية بعد ما انضرب وهو بيترنح وماشي باتجاه البيت المهجور، بس معرفش إيه حصل له بعد كده وخاف يبلغ بسبب التهديد. إذن شهادة المرأة والحارس هي اللي كشفت القتلة الحقيقيين. نعم، بناء على الشهادتين دول قبضوا على الأخين، وفي النهاية اعترفوا بالاعتداء والسرقة، بس قالوا إنهم ما كانوش قاصدين يقتلوه. الغريب إنهم ما كانوش يعرفوا أصلاً إن الجثة اللي لقوها بعدين في البيت المهجور هي جثتهم. سبحان الله، قصة عجيبة فعلا. جريمة اختطاف واغتصاب تحصل بعد سنة وبشكل غير متوقع أبدا، تكون هي المفتاح لحل لغز جريمة قتل باردة تماما. سلسلة من الاعترافات والشهادات بدأت ببلاغ ستتين وانتهت بكشف القتلة الحقيقيين. واللي يخلي الواحد يفكر هنا هو كيف الأسرار اللي الناس خبتها بسبب الخوف، يعني خوف الصديقين من الفضيحة وخوف الحارس من التهديد. كيف الأسرار دي ما طلعتش إلا بسبب جريمة ثانية ملهاش علاقة بيها في الظاهر؟ صحيح. ده بيخلينا نسأل، يا ترى كم حقيقة بتفضل مدفونة ومستخبية مستنية صدفة غريبة أو غلطة بسيطة عشان تظهر للنور؟ وكيف ممكن أحداث تبان منفصلة تماماً تتشابك في النهاية عشان تكشف حقيقة كانت ضايعة لوقت طويل؟ شيء يدعو للتأمل فعلاً.